الافريقي يربح المستير 3-1 في تاريخ بطبيعه الحال المقابلات نتاعهم الكل. صحيح، وهي ماهيش اول مره، هو هذه رابع مره النادي الافريقي يفوز بنتيجه 3-1، والفوز هذا هو الفوز رقم 38 للنادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري. وللاشاره النادي الافريقي هو اكثر فريق هزم الاتحاد الرياضي المنستيري، الاتحاد الرياضي المنستيري اللي عنده 38 سنه ما ربحش النادي الافريقي في العاصمه. كاماتشو سجل ثنائيه، وهي الثنائيه الثالثه ليه هذا الموسم، وهو ثاني اجنبي يتمكن من النادي الافريقي يتمكن من تسجيل ثنائيه في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ثنائيه الرزقي عمروش. الافريقي عنده 4 سنين ملي ما وصلش في نفس الحاله، يعني بعد 10 جولات يتصدر الطليعه. اخر مره كانت سنه 97 واحرز وقت على بطوله الخريف، وكانت مع نفس المدرب روني اكس فرايا، وكان كذلك كاماتشو موجود في النادي الافريقي. إذا كان النادي الافريقي يسجل ثالث انتصار ليه على التوالي والخامس منذ انطلاق البطوله، فإنه الاتحاد المنستيري مازال يبحث على اول انتصار ليه، والهزيمه هذه كانت الهزيمه الخامسه في رصيده منذ انطلاق البطوله. لكن الخساره بتاع الاتحاد المنستيري ما تعنيش انه الفريق يعني انقاد بسهوله الى هزيمه امام فريق النادي الافريقي، وانما الاتحاد المنستيري قدم مردود طيب، وذيك هي احكام الكره، فما رابح وفما خاسر. الافريقي كان اكثر واقعيه فوق الميدان، وتمكنوا اللاعبين بتاعهم من تحقيق انتصار. أهم محصول في اللقاء مع زميل خالد بن يعقوب ونفرجوا. بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري 90 دقيقة كاملة شعارها الانتصار. بالنسبة للافارقة البحث عن الانتصار الثالث على التوالي لتدعيم مركزه في البطولة. في المقابل منافسه مازال يبحث على أول انتصار ليه. نتمنى هذا، لكن يبدو أنه ماهيش مقابلة سهلة. نواجه فريق كبير ويملك لاعبين ممتازين، ما يستحقش الوضعية اللي هو فيها. لهذا اللقاء باش يكون صعيب. المقابلة الجولة رقم 10 ومازلنا ما انتصرناش، معناتها ولينا نلوج في انتصار سواء في مناسير أو خارج مناسير. اللحظات الأولى من اللقاء كانت تختير على دفاع الضيوف، وكاد سوزا يباغت الجميع بعد تسربه من الجهة اليسرى. بعدها وعلى اثر كرة ثابتة خالد المولي يصوب بكل قوة، والحارس الجواشي في المكان المناسب يتصدى. صمود ابناء المدرب لطفي البزرتي في هالفترة كانت تراه الخطة التكتيكية الناجحة، واللي اثمرت هدف في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب بوبكر ساناغو. هدف جاء على اثر هفوه في محور دفاع الافارقه بين وليد الغول والحارس فخري بن عثمان. دقيقة بعد نفس الهفوه كادت تحصل في دفاع الاتحاد، لكن في هالمرة الحارس الجواشي بكل شجاعة يتدخل امام كاماتشو. الافريقي ضغط في هالفترة على دفاع الاتحاد، محاولاته كانت تتلوح على وجود هدف، خاصة بعد هالمحاولتين. الدقيقة 24 كاماتشو من الجهة اليمنى يسوق وبكل قوة يتمكن من التعديل. هيجان الافريقي تواصل، وكاد كاماتشو يضاعف النتيجة، لكن مهارة الحارس الجواشي منعته من ذلك. صحيح الافريقي محاولاته كانت متعدده، لكن كانت تنقصها اللمسه الاخيره. الاتحاد الرياضي المنستيري لعب بذكاء كبير في هالشوط الاول، وعرف كيفاش يحد من خطوره منافسه، ومحاولاته الهجوميه خلات الدفاع الافريقي يرتبك في اكثر من مره. بدايه الشوط الثاني كانت قويه من جانب النادي الافريقي، وخالد المولي يهدر فرصه الهدف الثاني. الاتحاد الرياضي المنستيري عرف كيفاش يخرج من هالفترة وتقدم للهجوم، والعدودي اللي كاد يفاجئ الحارس كورته تتحول للركنية. في هالمرة الحوار كان بين الحارس فخري بن عثمان واللاعب الغيني بوبكر ساناغو. هاللاعب بمحاولاته الرأسية شكل خطر كبير على دفاع الافريقي، وفي كل مرة ورغم المحاصرة المضروب عليه يكون هو السباق على الكرة. الافريقي ورغم التفوق العددي في كل محاولاته الهجومية الا انها تضيع بصفة غريبة. بقية هاللقاء
انحسر اللعب في وسط الميدان واصبح اللعب متقطع، والتسرع اللي طغى على لاعبي الافريقي خلاهم يعزوا ثلث الفتره. الخمسة دقائق الاخيره ضغط النادي الافريقي من جديد، وعبد الجليل حده صاحب الاهداف الحاسمه يكون في الموعد ويسجل الهدف الثاني ليه والفريق. الدقيقة 90 فرصة تعديل تضيع على الاتحاد، واللاعب معز عليا تصويبته تكون جانبية. في الوقت البديل وعلى اثر هجوم معاكس من الجهة اليمنى، خالد المولي يتلقى توزيعة وبالرأس يسكن الكرة في الشباك ويكون صاحب الهدف الثالث في اللقاء، وهكا يكسب الافريقي انتصاره الثالث على التوالي، في حين منافسه تزيد تتأزم اموره في اسفل الترتيب. Monsieur René, une troisième victoire. انتصار ثالث على التوالي يستحقه الافريقي. صحيح انتصرنا، لكن في الجمله ما قدمناش مردود كبير. مانيش راضي على بعض اللاعبين اللي وصيتهم باش ما يتسرعوش خاصه في الشوط الثاني، لكن هذا ما حصلش، والمهم ان خرجنا بنتيجه اللقاء. سي لطفي، الاتحاد لعب مقابله كبيره، لكن في الكره فما رابح وفما خاسر. والله مش هذه المقابله اللي لعبوها معناتها نلعبوا ند الفرق الكل، ومع الاسف نقصتنا شويه معناتها التهديف امام الجول، يعني نخلقوا برشا فرص وما نسجلوش. معناتها ممكن حتى تقول لك اخر فرصه هذيك ل6 امتار معناتها كانت هدف ما فيها حتى شيء. بالنسبه لي المباراه كانت نجم تكون متعادله يعني في النتيجه وفي اللعب يعني. رياض من جديد على ذمه النادي الافريقي. الحمد لله اللي رجعت لتونس بعد تجربه في السعوديه. النادي الافريقي لعبت فيها، النادي الافريقي دفعت على مريولها في السابق. فرحان برشا اللي رجعت النادي الافريقي باش نكمل بقيه الموسم هذا. العقد اللي باش يربط بالنادي الافريقي كان تحدثنا على المده نتاعو. الى نهايه الموسم. العقد معناتها نهايه الموسم، ينتهي العقد بانتهاء معناتها اخر مباراه عند النادي الافريقي.